النهارده يا صديقي وبفضل الله قدرت احضر لك حته فيديو في الزبد في البهاريز اللي ان شاء الله هتساعدك ان انت تعمل عضلات وتفهم كمان العضلات مكونه من ايه، علشان تعرف فسيولوجيا البناء العضلي بتشتغل ازاي، الميكانيزم بتاعها بيبقى عامل ازاي. العضلات الهيكليه يا صديقي اللي على جسمنا دي هي بتتحكم في شكلنا وشكل الشيب بتاع جسمنا والقوه كمان. ولو بنيت عضلات مش بس هتستفيد منها كشكلا وشيب وكده وقوه وخلاص، بل صحتك هتتحسن كتير، وده جزء محدش بيتكلم فيه خالص. ومن اهم التطورات الصحيه اللي هتحصل لك لو بنيت عندك كتله عضليه في جسمك ان امكانيه الميتابوليزم بتاعتك هتتحسن وهتتطور، وده هينتج عنه خساره الدهون. وطبعا مش محتاج اقول لك ان انت لما تخسر دهونك ازاي ده هيحسن من صحتك وصحه شرايينك وصحه الاورده، وهيوقي من امراض زي امراض القلب وامراض تانية كتير، وهينعكس على نشاطك وحيويتك وطاقتك على مدار اليوم، حتى صحه دماغك وتفكيرك وصحتك النفسيه. طيب مبدئيا يا صديقي انا حابب ان انا اقول لك العضله دي اصلا مكونه من ايه، علشان انت لما تعرف هي مكونه من ايه ومحتاجه ايه هتعرف ترتجل بقى وتعمل عضلات بالطريقه اللي تحبها. العضلات يا صديقي عباره عن الياف متقسمه حزم، يعني العضله بتبقى شويه الياف كده بس متقسمه، يعني مش الياف على بعض، حزم من الالياف بيبقى عليها غشاء او اللي بنقول عليه الكونكتيف تيشيو، الابيميزيوم والبيريميزيوم والاندوميزيوم، كل دي عباره عن انسجه ضامه. ولو اخدت كل ليفه من حزم الالياف دي وفتحتها كده هتلاقي جواها حاجه اسمها لويفه اللي هي تصغير ليفه، لحد ما توصل لاصغر جزء في العضله هتلاقي كده خيوط بروتينيه اسمها الاكتين والمايوسين، ودول يا صديقي اللي لازم يحصل بينهم انزلاق كده علشان العضله تقصر او تنقبض. وعلشان العضله تنقبض والعمليه دي تتم فالعضله بتبقى محتاجه شويه حاجات. اول واهم حاجه هي الاي تي بي، ادينوزين تراي فوسفات، وده بقى صديقي اللي بيمثل عمله الطاقه اللي في جسمك، بيتكسر عشان يطلع منه مكونات علشان تعمل طاقه، علشان تحرك او تساعد في انزلاق الاكتين والمايوسين علشان تعمل الحركه وتتغلب على الوزن اللي انت بتشيله. ومن اهم الحاجات التانية غير الاي تي بي الكالسيوم يا صديقي، وده عنصر غذائي يعني محدش اتكلم عنه وعن دوره في الانقباض. كلنا عارفين ان الكالسيوم يا صديقي هو بيترسب على العظم علشان يقوي العظم، اوكي، ولكن في وظيفه مهمه جدا انه بيساهم في انقباض العضلات. خيوط الاكتين والمايوسين يا صديقي زي ما قلنا لازم يحصل ما بينهم انزلاق علشان الحركه تتم او الانقباض او ان العضله تقصر. تخيل معايا كده رؤوس المايوسين بتمسك في الاكتين ويعملوا انزلاق كده علشان العضله تنقبض. ولكن يا صديقي الاكتين رخم شويه، عنده كده يعني حاجات بتمنع ان خيوط المايوسين ترتبط معاه، بيبقى عليه كده زي بلوكات اسمها تروبومايوسين. فالكالسيوم يا باشا هو اللي بيفك التروبومايوسين ده، بيفك البلوكات دي بحيث يحصل ما بينهم انزلاق وعمليه الانقباض تتم. طبعا مزين انت عمال بتهري فيسيولوجي وبتهري هري اكاديمي، يعني ما تقول لنا نعمل عضلات ازاي ونخلص. يا صديقي ما تستعجلش، صدقني لو فهمت الدنيا ماشيه ازاي جوه تعرف تبني بره. عندك تريكايه زي موضوع الكالسيوم دي، لو الكالسيوم مش مظبوط في الدايت بتاعك او ناقص فتريكايه زي دي هتخلي انقباضك مش في احسن حاجه، ودي حاجه انت ممكن ما تحسهاش في التمرين، تفكر انت بتتمرن اجدع تمرينه لكن هي مش اجدع تمرينه، انت عندك احسن من كده لو الكالسيوم في الدايت بتاعك متظبط. فلما بتبقى عايز تتغلب على اي وزن فجهازك العصبي هنا بيبعت رساله للعضله تنقبض، وبيبعت رساله لمخازن الكالسيوم علشان تحرر الكالسيوم. وخلي بالك حتى لو انت منتظم على التمرين وحتى لو انت بتنام كويس وبتاكل كويس بس الكالسيوم ناقص عندك، ده هيخلي انقباضك سيء، هيخلي البرفورمانس ناقص. يبقى تفصيله زي دي هتساعدك تعمل عضلات ولا لا؟ زين دايما بيحاول يفهم ليه تاخد عنصر غذائي معين. ما انا ممكن اقول لك خد كالسيوم اصله مهم، انا بهتم اني اقول لك هو مهم لايه، فعشان كده ممكن تلاقيني بهري شويه، ولكن الهري ده صدقني هينفعك. نيجي بقى للجزء المشوق والاكثر حركه. عندك العضله قلنا فيها اكتين ومايوسين وبتحتاج اي تي بي وبتحتاج كالسيوم، العضله كمان فيها سوائل، فانت ممكن توصل لشيب حلو في الملابس، يبقى شكلك في الهدوم فت، بس هل الشيب اللي انت عامله او الفورمه هل العضلات بتاعتك فيها الياف قويه ومتطوره ولا هي مخزنه سوائل في العضلات؟ انت بتحب يا صديقي يبقى عضلاتك مليانه سوائل
طويل وملهاش ملامح، ولا يبقى العضله الياف متطوره وكبيره وفي ملامح للعضله شكل جمالي كده. طبعا في ناس مش هتفرق معاها العضله يبقى فيها الياف كتير او قليله، المهم يبقى في حجم في العضله عشان يبقى شكل حلو في الهدوم وفت. واحب اقول لك الفرق ما بينهم، اللي عنده الياف متطوره يا صديقي بيقدر ان هو يحتفظ بالالياف دي لفتره اطول، ده غير ان قوته بتبقى زايده، غير لما الشخص يبقى شايل ميه او عنده احتباس سوائل في العضلات، فده عطيله شيب كويس، ولكن لو انقطع عن التمرين اسبوع واحد بس هيفقد كل الميه او السوائل المتخزنه في العضلات. وكمان هتلاقي ان الشخص اللي عنده احتباس سوائل ده اوزانه مش مناسبه لحجم جسمه، هتلاقيه دايما بيرفع اوزان تحسها قليله عليه بالحجم ده يعني. في نفس الوقت هتلاقي واحد ممكن يكون سكيني شويه ولكن عنده الياف محترمه بتخليه يرفع اوزان اتقل. فما يغركش النفخه، ممكن تبقى سكيني عندك الياف قويه ترفع اوزان، اليافك متطوره. الالياف صعب تتفقد، عايز لك شهر تنقطع عن التمرين وكمان التغذيه بتاعتك تبقى سيئه عشان خاطر الالياف تفقد تطوراتها اللي انت عملتها وانت بتتمرن. اما السوائل زي ما قلنا ممكن اقل من اسبوع ما تلاقيهاش، تحس ان العضله فست كده. وهنتكلم ازاي من خلال التغذيه والبرنامج التدريبي بتاعك ان انت تسيطر على احتباس السوائل ده ما يبقاش اوفر، وان انت ازاي تبني اصلا ماسل فايبرز حقيقيه، تبني الياف عضليه واليافك تتطور، ازاي تعمل هايبرتروفي او ضخامه عضليه بشكل صحيح. كل ده هنتكلم عليه في الفيديوهات الجايه، فما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان تستفيد من الفيديوهات اللي جايه اللي فعلا هتخليك عندك حصيله معلومات قويه جدا، وكمان تساعدك لو انت عايز تبقى مدرب نفسك. سلام.